السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم في درس جديد بعنوان جمع الأعداد النسبية للصف الأول الإعدادي في مادة الجبر. هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن جمع الأعداد النسبية. في عندي حاجتين: جمع عددين متحد المقام وجمع عددين مختلف المقام. يعني هيبقى عندنا أعداد المقام بتاعها متساوي شكل بعض، وفي عندي أنواع تانية إن المقام يختلف الأول عن التاني. طيب، جمع عددين نسبيين متحد المقام دي الحالة الأولى اللي احنا هنتكلم فيها. لما أجي أقول مثلا ألف ب، ألف على ب وجيم على د، دولت عددين نسبيين. طيب، في الحالة دي يبقى ألف على ب زائد جيم على ب بيساوي ألف زائد جيم على ب. طيب، نبص كده، أنا ليه قلت فوق ألف زائد جيم وقلت تحت ما قلتش ب زائد ب؟ ليه بقى؟ لأن هما تحت متحد المقام. في الحالة دي المقام بيبقى واحد متحد، يعني ألف غير جيم، فألف الجمع على جيم أهو على ب اللي هو المقام بتاعها ثابت. طيب، هناخد مثال عشان نوضح الكلام اللي احنا بنقوله ده. عندي 2 على 7 ده عدد نسبي زائد 3 على 7. نبص كده، عندنا هنا المقام هنا 7 والمقام هنا 7 اللي هو زي ما كنا بنقول في ب. طيب، يبقى في الحالة دي هنقول ايه؟ 2 زائد 3 على 7. المقام واحد، ناخد السبعة عشان المقام واحد ونجمع الاتنين زائد التلاتة. في الحالة دي هقول 2 زائد 3 بتساوي 5 والمقام 7 زي ما هو يتحط تحت، يبقى النتيجة 5 على 7. يبقى 2 على 7 زائد 3 على 7. إذا كان المقام واحد ثابت بحط المقام السبعة وأجمع البسط 2 زائد 3، يبقى كده كام؟ 5 على 7. طيب، ناخد مثال تاني. 3 على 5 زائد سالب 1 على 5. في الحالة دي عندي إن أنا بجمع على سالب. طيب، في الحالة دي بيبقى إيه؟ هقول عندي أول حاجة أبص المقام عندي هنا، المقام واحد، هنا 5 وهنا 5، يبقى هنزل المقام 5 زي ما هو تحت. تمام؟ طيب، التلاتة زائد سالب 1، 3 أما أجمعها على سالب 1 يعني هشيل منها 1، سالب 1 اللي هو أقل من الصفر، يبقى 3 هزود عليها سالب 1 يعني هنقص منها 1، يبقى هتبقى 2 على 5 والمقام زي ما هو. تمام؟ يبقى لو قلنا كده نقول إن 3 زائد سالب 1 اللي هو العلامة بتاعت السالب أهي، سالب 1 على 5 يطلع كام؟ 3 نشيل منها 1 يبقى 2 على 5 المقام زي ما هو. طيب، نيجي بقى لو احنا عندنا المقام بقى مش متحد، يعني المقام الأولاني غير التاني. طيب، لو عندي أ ب وج د مثلا، دولت عددين نسبيين، يبقى في الحالة دي عندي ايه؟ أ على ب زائد ج على د. نلاحظ كده ان المقام هنا مش ب وهنا مقامه مش ب، لا المقام هنا ب وهنا د، يبقى مختلفة. يبقى في الحالة دي وضع ايه تاني؟ في الحالة دي بقى بقول ايه عشان اوحد المقام؟ بقول ان الالف ده اهي، الالف ده اهي اللي هي فوق دي بضربها في د، وبعدين اخد من علامة الجمع، وبعدين اضرب الجيم في الب. خلينا كده نراجع مع بعض تاني. الالف اضربها فين؟ في الدال، واخد العلامة اللي في النص اللي هنا اذا كانت جمع او طرح زي ما كانت موجودة، وبعد كده اخد البسط التاني في المقام الاولاني، يعني بسط الاولاني الالف في مقام التاني، وبعد كده بسط اخد البسط التاني واضربه في المقام الايه الاولاني. خلاص، يبقى الف في د، ادي الف في د اهو، زائد العلامه هنا زائد، لو ناقص هاخدها ناقص زي ما تيجي، زائد اهي او واخد زائد. بعد كده اقول ج في ب، ادي ج في ب. طيب، المقام هنا يبقى ايه؟ المقام هنا ب في د. وضحت كده؟ دي في الحالة اللي هو بيبقى فيها المقام مختلف عشان اوحد الايه؟ المقام. في طريقة تانية بس دي اسهل لكم عشان ايه ما تلخبطوش. طيب، لو انا قلت عندي مثال، عندي عددين نسبيين اهو،
عندي 2 على 5 زائد 1 على 7، خمسين زائد صفر. طيب دولت هنتعامل معاهم ازاي؟ هقول اول حاجة الاتنين اضربها في السبعة، ادي الاتنين في السبعة، واخد العلامة بتاعت الزائد او الناقص اللي موجودة عندي هنا احطها، وبعدين اضرب الواحد في الخمسة. تاني كده اهو، اول حاجة بجيب البسط الاولاني ده اهو واضربه في الايه، في السبعة، ادي كده اول حاجة خلصتها. بعد كده اقوم واخد العلامة، تمام. بعد كده اقوم واخد البسط التاني زي ما خدت البسط الاولاني كده واضربه في الايه، في المقام الاول، يبقى 2 في 7 زائد 1 في 5. ده كده البسط خلصته خلاص. نيجي للمقام، المقام 5 و7، يبقى 5 في 7 يطلع 35 في المقام، و2 في 7 ب14 زائد 5 يبقى كام؟ 19. يبقى النتيجة تطلع عندي 19 على 35. طيب ناخد تمارين. بيقول لي اجمع الأعداد النسبية دي ونشوف الحل هيطلع معانا ازاي. عندي 1 على 7 زائد 4 على 7. طيب نحلها ازاي؟ نبص كده. أول حاجة عندي المقام 1، المقام 1، يبقى احنا كده نقول ايه؟ المقام ثابت 7، يبقى 1 في البسط زائد 4 يبقى 5 على 7. المقام نبص كده نشوف، المقام هنا ثابت، هنا 7 وهنا 7، يبقى 1 زائد 4 والمقام 7 ننزله زي ما هو، يبقى النتيجة تطلع 4 زائد 1 5، والسبعة المقام زي ما هي. نيجي للحل التاني، 2 على 5 زائد 4 على 5، برضو المقام هنا عندي ثابت، يبقى في الحالة دي هعمل ايه؟ هقول طالما المقام ثابت هحط المقام زي ما هو 5، واقول 2 زائد 4 على 5 يطلع 6 على 5. طيب الحالة التانية بقى اللي هو المقام غير متحد، المقام مختلف. في الحالة دي هنتبع الطريقة اللي احنا قلناها، ان هنقول ان الاتنين في السبعة زائد التلاتة في الخمسة على 5 في 7. يعني هنيجي البسط الأول 2 في 7 وناخد العلامة ونقول زائد التلاتة في الخمسة ونقسم على المقام 5 في 7، هيطلع عندي النتيجة دي. طيب 2 في 7 ب14 و3 في 7 ب15، هيبقى يطلع عندي 29 على 35. الحالة اللي بعد كده عندي نص زائد تلتين. في الحالة دي برضو نفس القصة، هنقول 1 في 3 وناخد العلامة زائد 2 في 2، يبقى 1 في 3 زائد 2 في 2. طب المقام 2 في 3، المقام 2 في 3 ب6، والبسط 1 في 3 ب3 زائد 2 في 2 ب4، يبقى 7 على 6. نيجي لآخر تمرين معانا بقى إن شاء الله، 5 على 7 زائد سالب 2 على 7. طيب يبقى 5 زائد سالب 2 على 7، المقام هنا متحد زي ما احنا قلنا هناخده زي ما هو، يبقى 5 زائد سالب 2 على 7، المقام زي ما هو. 5 نشيل منها 2 هيبقى 3 على 7. ناخد المسألة اللي قبل الأخيرة، 2 على 5 زائد 3، دي عبارة عن ايه؟ التلاتة دي عبارة عن 3 على 1، يبقى 2 على 5 زائد 3 على 1 تساوي، المقام هنا ايه؟ مش متحد، تساوي 3 في 5 ناخد العلامة زائد 2 في 1 على 1 في 5، يبقى 2 في 1 ب2 و3 في 5 15، يطلع 17 على 5. نركز في الحتة دي تاني، التلاتة دي عبارة عن ايه؟ 3 على 1 تساوي 3، يبقى المقام بتاع ده 1، بتاع التلاتة 1، والاتنين مقامها 5. هنا المقام مش متحد، يبقى في الحالة دي هاخد الطريقة اللي بتقول بسط الأولاني في مقام التاني، وبعد كده اخد العلامة واخد بسط التاني واضربه في المقام الأولاني اللي هو هنا اهو، 2 في 1 الاتنين في 1 زائد العلامة زائد اهو، 3 في 5 ادي 3 في 5 على 5 في 1 المقام عشان يطلع لي النتيجة النهائية، يطلع 17 على 5. طيب آخر مسألة معايا النهاردة، 3 وربع زائد سالب 2 وخمس.
طيب انا مش عايزك تقلق خالص لما تشوف العلامة بتاعت السالب دي، لان كل حاجة سهلة ان شاء الله. اول حاجة عندي هنا لازم اخلي الكسر، اشيل التلاتة دي واخليها كسر زي الربع كده، يبقى تمن زي ما تطلع. فهقول ان التلاتة في الاربعة زائد الواحد، نبص كده اهو، تلاتة في اربعة باتناشر، اتناشر زائد واحد تلاتاشر على المقام زي ما هو اربعة. يبقى تاني تلاتة اما الاقي عندي كسر تلاتة وربع لازم اخليها عدد نسبي ثابت. فاقول ان التلاتة اضربها في المقام الاربعة واجمعها على البسط الواحد يبقى 15. تلاتة في اربعة المقام، تلاتة في اربعة باتناشر، اتناشر زائد البسط يبقى 13، والمقام زي ما هو بقى 13 على 4. ناخد العلامة زي ما هي ونقول الاتنين نضربها في المقام في 5 يبقى ب10، 10 زائد 1 يبقى 11 على 5. احنا كده بنحاول نفكها شوية عشان تبقى العملية سهلة وبسيطة ان احنا لما نيجي نحلها. طيب في الحالة دي نبص كده نشوف عندي الحل دلوقتي. 13 على 4 زائد سالب 11 على 5. ده بقى حل تاني. الطريقة التانية اللي احنا كنا بنقول عليها ان انا هضرب الاربعة دي، هضربها، هاخد الخمسة دي اضربها في الايه، في المقام، 4 في 5 ب20، وهضرب الايه الخمسة دي هضربها في 4، بمعنى ان هاخد الخمسة دي واضربها في 4، والاربعة دي هاخدها اضربها في الخمسة. تمام، يعني هضرب ال11 دي في 4، والخمسة دي هضربها في 4، والخمسة دي اقوم واخدها المقام ده اضربها في 13، واخد الخمسة اضربها فين، في الاربعة. تمام، يطلع عندي 65. عندي 13 في 5 ب65. تمام، وعندي 4 في 5 ب20، يبقى 13 في 5 بكام، ب65. 4 في 5 ب20 زائد 4 في 11 ب44، و4 في 5 ب20. يبقى عندي كده 65 على 20 زائد سالب 44 على 20، هي نفسها 13 على 4، وهي نفسها 11 على 5. طيب النتيجة بتظهر عندي كام، 21. 65 نشيل منهم 44 يطلع 21 على 20، المقام ثابت زي ما هو. في الحالة دي نقرب البسط، يا إما نقول 21 على 20 أو 1 و1 على 20. تمام، وبكده يكون انتهى درسنا النهاردة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.